يقولون قومي يا فلسطين ودعي، فلسطين لا حي إلا سلامهم، إذا كان يهديهم بلادي وأرضي، إذا كان يهدي لليهود منازلي ويمنحهم بيتي وحبري ومصنعي، فلسطين الله خبير بما تعملون. هذه الجمعية المباركة لدعم القضية الفلسطينية. رفعوا كتاب الله فرفعهم الله، وأعزوا دينه فأعزهم بالبيت المقدس، جند له جيل بعد جيل، فليس كل من يتحدث العربية عربيا، لكن كل عربي نهجه الإسلام عربيا، فقدموا لهؤلاء الاعتذار، قدموا لهؤلاء الأسود كلمات اعتذار، وقبلوا رؤوسا رفعت مكانة الإسلام والعروبة عالية، فما عادت عروبة حقة ننتمي إليها سوى عروبة فلسطين، وما عادت تعلم دروس العزة والكرامة إلا في ميادينهم. وصار الحضن يصحبنا، صار الحضن يصحبنا، بذكرى حلوة تجمعنا، بذكرى حلوة تجمعنا، ويا عالم يلي ما بيحس أنا شو ذنبي قولولي، ما بدي شيء منكم بس لا تحرموني الطفولة، ويا عالم يلي ما بيحس أنا شو ذنبي قولولي، ما بدي شيء منكم بس لا تحرموني الطفولة. الفلسطينية تأسست عام 99 وألف، مصرح لها رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تهدف إلى التعريف بالقضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع الخيرية. شوم اللعين ونرفع للحق صرحا مكين، تمر السنين وراء السنين، تمر السنين وراء السنين، ولا شيء طير الأسى والأنين، ومكر اليهود وحقد دفين، وشيخ حزين وطفل سجين، ونار وقتل وظلم وحال مهين، وفي كل يوم وفي كل حين، وفي كل يوم وفي كل حين أنادي وأصرخ يا مسلمين، أنا القدس أناديكم، أنا القدس أناديكم، أنا القدس الحضور الكريم. أنقلكم الآن إلى ضيف المهرجان منشئ اليمن محمد العماد. وقبل أن أبدأ أهدي هذا الموال لجميع الحاضرين والحاضرات في هذه القاعة. والله ما مان، والله ما مان الفؤاد، يا
إن جمعية الأقصى هي جمعية كل اليمنيين، ورسالتها وهدفها من القواسم المشتركة التي اتحد عليها اليمانيون كون القضية التي نعمل من أجلها ليست محل خلاف بين جميع مكونات الشعب اليمني. ومن هذا المنطلق فقد استمدت الجمعية عوامل بقائها من خلال رسالتها، ومن هذا البعد الذي يحمله إنشاء هذه الجمعية، والذي مضى على إنشائها ما يقرب من 23 عاما بعمر الوحدة اليمنية المباركة. كل العمر محتملين قتلوا أسروا قرور، تباكيهم يا فلسطين كل العمر. ولا الطفل اللي عم يرضع خوفه تشريد ما بيخضع، اللي عم يرضع خوفه تشريد ما بيخضع. حالف ليكبر ويدمع بنفس الدرب بنفس الدرب بنفس الدرب. يئن وآخر يصيح وجمر توقد فيه رماد ليسقي ظماه لهيبا وريح. ونشكر إخواننا في جمعية الأقصى في محافظة المحويت على هذا النشاط الطيب الذي تعودنا أن نشارك به سنويا لنصرة الأقصى المبارك منذ تأسيس الجمعية وحتى هذه الأيام. وقد سرنا ما سمعنا من رئيس الجمعية عما حول العام الماضي قرابة 400 مليون ريال أو أكثر لدعم المشاريع المختلفة على أرض فلسطين، على الرغم من الحالة الاقتصادية التي يمر بها إخواننا في اليمن ونحن على أرض فلسطين نقدرها. وهذه المحافظة كبقية المحافظات تقدم كثيرا بحمد الله عز وجل، وقد وصلت أموال اليمن ما يفوق 45 مليون دولار منذ عام 90 إلى 2012 التي نقلت إلى أرض فلسطين عبر جمعية الأقصى، ناهيك عن دعم الشعب الفلسطيني للمجاهدين في حماس على أرض فلسطين الذين كان صاروخهم عام 90 2 كيلومتر، وفي 2012 85 كيلومتر. طور الصاروخ بفضل الله عز وجل ثم بتبرعات الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتهم الشعب اليمني. فجزاكم الله خيرا على حضور هذه الفعالية وهذا اللقاء، جزاكم الله خيرا على دعمكم ومساندتكم رسميا وحكوميا وشعبيا لإخوانكم على أرض فلسطين.